بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. فيديو كده بقى زي ما انتوا شايفين الصالة عاملة ازاي. هبدأ بقى ان شاء الله معاكم كده روتين بقى ايه كله نشاط وحيوية. هبدأ بقى كده قمت زي ما انتوا شايفين الصالة عاملة ازاي بقى من الاولاد وكده. اول حاجة بعملها كده بفطر الاول، فطرت انا والاولاد وبعد كده بقى قمت بقى عشان اشوف بقى الصالة دي همسكها بقى طبعا انضفها تنظيفة حلوة، وكمان هفرشها بقى الفرش ايه الشتوي كده. ورجعنا مع بعض. اول حاجة هبدأ بيها هنا المروحة، لان طبعا قبل ما ابدأ افرش بقى وافرش السجادة او الحاجات دي عشان التراب ما ينزلش عليها، فبدأت كده بالمروحة. اول حاجة مسكتها مسحتها مسحة حلوة، ونفضتها كويس وخليتها تمام، وجبت لها بقى الكسوة الجديدة دي مع بعض كده هوريها لكم عشان طبعا معلش قفلت تاني كده وفتحت عشان حافظة. المهم اكمل معاكم ان هنا الكفر ده جبته طبعا للمروحة عشان هي ايه ما تتطربش اما اجي الصيف تاني، ما اضطرش ان انا ارجع تاني انضفها. فانا كده مسحتها واحط بقى الكفر لما يجي بقى الصيف وعاوز بقى ان انا اشغلها اشيل بس ايه الكفر بس. تمام زي ما انتوا شايفين كده. وجبته بقى لون اسود كده او في الورد ده عشان يليق شوية على الصالة، يبقى نفس لون الصالة. تمام كده. بعد كده بقى ايه هبدأ طبعا ان انا ابدأ اول حاجة زي ما احنا متعودين كده من على اليمين كده، هبدأ طبعا باللي هي مكان الشاشة ده. هبدأ بقى ان انا انضفها، بمسح بقى طبعا الشاشة دي بفوطة ناعمة كده عشان غلط يعني عليها، بتبقى فوطة كده مخصصة ليها، فوطة ناعمة بس من حواليها عادي بيبقى اي فوطة اللي هي التراب. بمسك الترابيزة برضو انفضها، البتاع نفسه كده بنفضه من التراب. بيبدأ طبعا الترابيزة زي ما انتوا شايفين شكلها كان بقى مكان الفطار وكده. مسكت لميت كل الحاجات اللي عليها دخلتها المطبخ ومسكتها مسحتها. الكراسي اللي لميت الكفرات كلها اللي عليها قمت رايحة ماسكاها لماها عشان تتغسل، طبعا نقعتها عشان تتغسل. وبمسك المنفضة اقوم رايحة ماسكة بقى الترابيزات اللي هو الكراسي انفضها كلها تنفيضة كويسة، وبالحتة اقوم رايحة ماسكة الكراسي مسحاها. والترابيزة زي ما انتوا شايفين كده من تحت برضو بمسكها امسحها من تحت كده، وبيبقى واقع مثلا اي حاجة من الاولاد عليها فبمسكها انفضها تنفيضة حلوة. والنيش هنا برضو بمسكه برضو امسحه، والازاز بديله لمعة كده وتلميعة كده، امشي ايدي كده عليه على المشي. تمام كده. والباب طبعا من ضمن الصالة بمسكه طبعا امسحه مسحة كويسة. ولو عندك اللي هو بتاع بيبقى عندي ساعات اللي هو بتاع الخشب ده، اللي هو الملمع الخشب يعني، بيبقى هو ريحته حلوة كده وبيلمع كده وبيخليها جميلة. ممكن بقول لكم ممكن بقى كل فترة كده بمسك الملمع ده وامسك الخشب بقى ايه او مديله ايه لمعة كده عشان الحفر اللي فيه البتاع ما بيوصلهوش، اللي يعني الحتة ما بتوصلش كده ليه، فبستعمله. ومسكت طبعا الصالة مسكتها كنستها ومسحتها، وقدام باب الشقة برضو عملته كده كنسته ومسحته. وهبدأ طبعا افرش السجادة، وبعد ما افرش السجادة احط عليها الكفر طبعا لان بنقعد هنا على طول. ويبقى كده انا خلصت روتين الصلاة. يا رب يكون عجبكم وتابعونا كده باستمرار. في آخر الكلام نقول سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.